السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا عليه. يلا بقى نعمل شوية قراقيش، شوية قرص، شوية منين. كل ده بكيلو الدقيق اللي انتوا شايفينه ده. معايا كيلو دقيق وعليه نص كيلو سمنة على زيت، كوباية سمنة الأول وبعدين كوباية زيت اللي انتوا شفتها ربع دي كملتها كوباية زيت. كوبايتين يعني حوالي نص كوباية سمنة على زيت. وببسه زي قرص المبسسة زي الكحك كده. وهنزل بمعلقة خميرة، ظرف خميرة زي ما انتوا شايفين، وشوية معلقة بودر، معلقة صغيرة. طبعا حطيت ملح ومعلقة من السكر. واللي معايا ده زبادي، كوبايتين زبادي كده في التلاجة، محدش عايزين جنبهم فانا جبتهم. فانت ممكن تعجني بمية بس، عندك لبن اعجني بلبن. المية اللي الدقيق ياخدها منك، احنا بنلم العجين مش بنلته. ممكن يتعجن بمية بس عادي زي ما قلت لكم. انا الزبادي حطيت كوبايتين الزبادي دول وعليهم ايه كمان كوبايه من الميه، زي ما الدقيق يحتاج منك ميه سوائل. كده عجنتها وسبتها تخمر بقى، يعني ما استنتهاش اما تخمر قوي على بال ما عملت العجوه. بس العجوه سيحتها في نص كوبايه من الميه وعليها ايه معلقه من السمن. وبطل القراقيش بتاعتنا هو اكياس التلاجة. الاكياس دي بتساعد ان انت الحاجه تطلع منك بسرعه وما بتبهدلش المكان اللي انت فيه. العجوة سايحة زبدة زي ما انتوا شايفين. فردت مربع زي ما انتوا شايفين. انا هعمل 3 اشكال او 4 اشكال معاكم. معلش تحملوني، انا سرعت لكم الفيديو عشان ميبقاش طويل. كيلو دي عملت منه ما شاء الله كذا شكل وجمال، نفس الفكرة بتاعة العجوة عملتها في نفس العجينة. بالراحة بقى عشان تظبطيها، ما ظبطتش معاك اظبطيها انتي. الحتة تلاقيها فاضية شيلي وحطي فيها زي ما انت شايفة كده بقى، تبقى عشان اعملها رول اللي هو زي اللي هو اسمه كعب الغزال. عندك سمسم وبتحب تحطي، حطي السمسم بيبقى طعمه جميل وبتبقى شكلها حلو كمان. والسمسم لما بتحمص بيبقى طعمه حلو قوي في القرص والحاجات دي، بس انا ما كانش عندي سمسم. قطعتها زي ما انتوا شايفين كده. انا هسندها زي ما انتوا شايفينها كده في قلب الصينيه. واحده تانية اهي علشان لو يعني ايه التكرار حلو قوي يعني ما شاء الله. عملت واحده بنفس الطريقه كمان. هي حاجة سهلة ما تستصعبهاش، والله سهلة، والاكياس ده تسهل معاكي جامد. انا عملتها بايدي عشان اقولك ان العجوة بتمشي لوحدها. لو ما عندكيش العجلة دي مش مشكلة، والعجينة نفس النظام، بس انا كنت عايزة اربعها بس عشان تبقى قد ايه على الحجم بتاع العجوة. ولمها بقى، لف رول بسرعة كده وقطعيها زي ما انت عايزة. الحتة اللي بتبقى فاضية دي ممكن تشيليها وتضيفيها على العجين تاني زي ما انا شلت كده. حلو الكلام، حلو الكلام. لغايه كده رصيناها بقى في قلب ايه الصواني. ده شكل تاني بقول لكم اهو، عملته معاكم كتير برضو قبل كده. ده بتاع المخابز، بشوفه كتير أوي في المخابز. بتفردي العجينه بالطول وبتفردي العجوه بالطول في قلب الكيس بتاع البلاستيك وحطيها بقى عليه. اقلبي كده عليه واضغطي كده هتلزق فيها على طول. بقول لكم انا بلف من الناحيه اللي مليانه عجوه عشان اسيب حته اللي ان انا اقدر اقفل منها. ده شكل تاني، العجينه واحده والاشكال متعدده. عايزه حضرتك تحطي ماده دهنيه اكتر وتعمليها مبسسه قوي، عادي مش مشكله. عايزه تقللي السمنه والزيت برضو مش مشكله، هتطلع حلوه برضو. ده واحده تانية كمان اهي. بنفس الطريقه، لفيها وبرميها وقطعيها. هي نفس عجينه القرص برضو مع عجوه، نفس العجينه. بس انا عاملاها معاكم اقتصاديه قوي. لو عايزين تعملوها باللبن وبالقشطه بتتعمل، بس هي طالعه جميله وزي الفل. على قد الامكانيات احنا بنمشي.
وممكن تعملها زيت بس زي ما انتوا شايفين كل شكل في صينية. تعالوا بقى هعمل كمان قرص بعجوة. اخدت حتة عجوة كورتها زي ما نكور الملبن بتاع الكحك. ده سهلة وبسيطة ما فيهاش اي افتكاسات. بس انا بحب القرص دي بصراحة، انا بحب القرص المعجون وبحبها ناشفة اوي. عملت يعني العجينة عملت منها كذا شكل. ممكن حضرتك تجربي في نص كيلو دقيق او في ربع كيلو الموجود عندك تعملي صينية حلوة اوي كده ولا صاج في الفرن. مش هقولك بقى علشان خاطر اللانش بوكس العيال بقى اخدت سندوتشات وخلاص كده. لا، علشان الفطار لازم الفطار السريع. قوم بقى اعمل لهم بقى كوبايه شاي على لبن ومعاها قرصه ومعاها رقوشه. تحس ان ولادك فطر قبل ما يمشي مع السندوتشات اللي انت بتديها لهم في اللانش بوكس. لان معظم الاطفال بتمشي من غير ما بتفطر، بتعتمد على اللانش بوكس بس. ودي كانت اخر حته عجينه ورابع شكل عملته اللي هو القراقيش اللي هي مش محشيه. عشان انا عندي برضه هنا اللي بيحبش الحاجه محشيه بعجن. عملت اتنين من ده، بس انا صورت معاكم ده بس لان حسيت ان الفيديو طول اوي، عشان كده مجريه بس واضح كده. خلاص دخلت الفرن بقى. اول صينيه عملتها هي لسه سخنه وطالعه اهي، واللي وراها بقى طلع. التسويه عباره عن انك بتسخني الفرن، مش بتحميه قوي، بتسخنيه. الفرن بيبقى سخن وتدخليه، اول ما تلاقيها شفت تروح مهديه لو انت عايزاها ناشفه. القرص دي نشفت معايا شويه لان فعلا انا نسيتها في الفرن بس لحقتها. بس طالعه ناشفه وبتقرقش ما شاء الله برضه، مش عجباني. بس انت لو انت عايزاها طريه عن كده ما تنشفهاش قوي. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، شايفين الخير اللي مالي البيت. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم وتعملوا كل حاجه حلوه لولادكم. القراقيش دي طالعه جميله جدا. كوبايه شاي، هي عايزه كوبايه شاي، مش هقولك شاي على لبن، عايزه شاي بس. دي بقى مش عايزه حاجه خالص. دي تاكلها لوحديها، مش عايزه حاجه خالص. ولا دي كمان. يعني ما شاء دي منين مش عارفه، بس هو اسمه منين. ودي القرص بتاعتنا اللي طلعت مقرمشه وهتاكلها وانت قاعده من غير اي حاجه. يا رب الفيديو ينال رضاكم، ومعلش اذا كان في طول شويه. وتعملوا الحلو كل لولادكم. استودعكم رعايه الرحمن، والسلام عليكم.